السلام عليكم ومرحبا بكم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله عندنا تغطية لاحد الفنادق اللي موجودة في منطقة لاليلي، واللي هو فندق اكسراي. هنعمل لكم تغطية كاملة على هذا الفندق، الخدمات ديالو، الغرف كيف عاملة، الفطور والسعر والموقع. فقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونبداو على بركة الله. اول حاجه هنوريكم الطريق اللي هتوصلكم لهذا الفندق. فاحنا حدا محطه ترام اكسراي بالضبط، فكنخليو محطه الترام على اليمين وكندخلوا مع اول درب على يدنا الشمال، فهو هاد الدرب. بالنسبه لهاد الدرب سبق لي عملت لكم فيديو سابق خاص بالفنادق. فهاد الدرب الفنادق بامتياز. كتلقاو على طول هاد الدرب هذا مجموعه كبيره د الفنادق. فكاينه في هاد الدرب فندق ميريتو اللي سبق عملت لكم عليه تغطيه كامله. انا نخلي لكم فيديو في اعلى اليمين. وكاينه كذلك الفندق على يدنا اليمين فندق فيزيون دولوكس، حتى هذا سبق لي جلست فيه، فندق 4 نجوم. فهنايا كما كتشوفوا كاين عدد كبير د الفنادق، فاي واحد بغى فندق في منطقه اللي قريبه فكنصحكم بهذا الدرب هتنقلوا بسهوله من حدا محطه ترام اكسراي. واليوم ان شاء الله التغطيه ديالنا هتكون فندق اكسراي، واللي هو هذا اللي جا قبالنا. فباش توصلوا له الطريق سهله وواضحه، فانا حاولت نصور لكم من حدا محطه الترام اكسراي باش توصلوا بسهوله للفندق. فهذه هي الواجهه ديال الفندق. فهندخلوا لداخل ونوريكم الفندق كي داير من الداخل. اول ما كندخلوا من الباب ديال الفندق مباشره كنلقاو ريسبشن قبالتنا كيخدموا فيه جوج البنات بالتناوب. بالنسبه للتواصل كيتواصلوا بالانجليزيه وبالتركيه، ولكن حتى اذا ما كانتش عندكم اللغه راه كاينه واحد الولد خدام في الفندق هو تركي وكيعرف يهضر بالعربيه، فممكن تستعنوا به او ممكن تواصلوا معاهم غير بالاشاره. فيعني طريقه الحجز كتكون سهله، وحتى الثمن يقدروا يكتبوه لكم على يعني الآلة الحاسبه. فبهذه الطريقه كتواصلوا معاهم. فهذا هو الولد اللي قلت لكم وهو اللي واقف على اليمين. وهذه هي الصاله ديال الفندق هنايا في الاسفل. ودابا هنطلعوا للفوق نوريكم الغرف كي دايره. هنا لاسانسور، انا بغيت نصور لكم يعني الفندق كامل بالتفاصيل ديالو، حتى لاسانسور تشوفوه كي داير. لاسانسور عندهم كبير وواسع، من لاسانسورات اللي جدادين. فهنطلعوا ونوريكم الغرف كيف عامله. فبالنسبة للطابق اللي كنا فيه هو الطابق الثاني، الغرفة 201. أول حاجة ملي كندخلوا للغرفة كنلقاو الماريو على يدنا اليمين والطواليت على يدنا الشمال. فهذا هو الماريو، فيه جوج ديال الدفوفة، وكاينه ثلاجة صغيرة هي هذه. بالنسبة للماريو فكتلقاوه مفتوح، يعني ما فيهش ليطاجير، بجوج بيهم مفتوحين بحال هيدا وفيهم العلاقات. وعلى يدنا اليمين من بعد الماريو كاينه المرايه، وكاينه الكوافوز والكرسي، كاينه التلفازه. بالنسبه للتلفازه صراحه ما كانتش خدامه، كنشعلوها. هو اول ما دخلنا للشمر جا قالنا نخدمها لكم، بقى كيقلب فيها ما خدمتش. صافي حنا ما عندنا غرض فيها، ما وليناش فتحناها. كاينه هنايا جوج الاسره كما كتشوفوا، يعني جوج الناس. وهذه الاطلاله الغرفه على الشارع، كاينه في اخر هذا الشارع على يدنا اليمين محطه ترام اكسراي، وكاينه مجموعه من الفنادق. وهذه الاطلاله على الشمال. فكما كتشوفوا الغرفه هادو جوج الاسره، كاين المكيف طبيعه الحال، كاين الهاتف اذا بغيتوا تواصلوا مع الريسبشن اي حاجه خاصتكم كتصلوا بهم. وهذا هذا الحمام اعزكم الله. كما كتشوفوا في الطواليت هيدا كاينه لافابو، وكاينه البلاصه ديال الدوش، راه كيحطوا لكم خلاص الصابون وجيل خايل كيكون تما. وهذه البلاصه ديال التدواش كتكون مسدوده بحال هيدا. فهذا هو الحمام الغرفه. وهنايا الغرفه كما شفتوا كنحاول نصور لكم الغرفه كي دايره باش تشوفوا المساحه. فمساحه اللي متوسطه، ماشي كبيره وماشي صغيره بزاف. كاينه هنايا التلفازه كما شفتوا. هنوريكم المرايه، وكاينه لي طاجير اللي تحت منا، كاينه واحد جوج مجوره اللي صغارين ممكن تحطوا فيهم الاغراض اللي صغيره. ممكن تحطوهم هنا، انا نفتحوا لكم تشوفوا. فهذا هو المجر، كاينه جوج مجوره هنا وكاينه الكرسي. فهذه هي الغرفه فندق اكسراي. ودابا غنصور لكم غرفه ديال شخص واحد تشوفوا المساحه ديالها كي دايره.
بالنسبة للغرفة ديال شخص واحد، فيها الكامة كما كاينة هنايا، كاينة الكوافوز والكرسي، الثلاجة، كاينة المكيف. ولكن هاد الغرفة ما فيهاش الماريو. كاينة الشرجم هنا على يدنا ديال الشمال، وكاينة الحمام والتلفازة. فهذه غرفة ديال شخص واحد، صراحة غرفة اللي صغيرة، أكيد الثمن ديالها هيكون رخيص. فهنا من بعد ما كملنا الجولة ديالنا داخل الغرف، هنطلعوا نفطروا. فخليكم معنا ونوريكم الإفطار فندق أكسراي كيف عامل. بالنسبة للصالة الفطور، فجات في الطابق السادس. لاسانسور كيوصل حتى الطابق الخامس، وطلعنا طبقة واحدة في الدروج. هنا قبل ما نوريكم الإفطار كيف عامل، هنوريكم الصالة الإفطار. فهذه هي الصالة كما كتشوفوا، صالة اللي مشمسة، كتدخل الشمس حتى لوسط الصالة، والمنظر ديالها جا رائع. كيبان لكم البحر على مسافة. وكاينه هنا يعني المنطقة تقريبا كلها فنادق. فكاينه الفنادق اللي عندهم كذلك صالة الإفطار كتكون في الطابق الأعلى، وكاينه اللي كيكون عندهم في الأسفل. بالنسبة للأصناف اللي محطوطة هنا في الفطور، كاينه جوج الأنواع ديال الجبن. كاينه هنايا هادو مورقة، وهذا الكومير مقلي بالبيض. كاينه هاد الحلوى هادي مالحة شوية. وهادو جوج أنواع الحلويات، الكيك والحلوى. هنا كاينه الخضر اللي مقطعة، كاينه البيض مع البطاطا، اللوبيا، الرز. كاينه الزيتون بجوج الأنواع ديالو. كاينه المخللات والكونفليكس، 4 الانواع ديال الكونفليكس، الخل والخبز. الكومير كيكون مقطع. وهذه الاطلاله ديال يعني صاله الفطور، صراحه اطلاله اللي زوينه بزاف. كاينه المسجد، كاينه هنا طيور النورس. فحنا جالسين وهما ماشيين وجايين، كيبغيو الناس يعطيوهم ياكلوا، فكيكونوا واقفين تما. وهذه الماكينه ديال القهوه، والصدمه كانت قويه. انا من نوع الناس اللي كنفطر بالقهوه، عندي القهوه ضروريه في الفطور، ولكن الماكينه ما كان فيها حتى حاجه. كاينه جوج انواع د العصير، والبيض مقلي. هذا كيف بحال الاومليت كيديروه بزاف، كيقليوها وكيخليوها هيداك. وكاينه البيض مسلوق، كاينه السوبه والشاي. فانا من بعد ما جلست نفطر صراحه، انا ما كنشربش الشاي الاتراك نهائيا، فكان خصني القهوه ضروري. لقيت هاد البنت اللي خدامه هنايا، قلت لها عافاك بغيت واخا غير نسكافي. فمسكينه مهم سخنت لي الحليب ودارت لي نسكافي باش فطرت انا. وهنا كما كتشوفوا الاطلاله، اطلاله اللي زوينه بزاف. فمن بعد ما فطرنا، هنكملوا الجوله ديالنا داخل الفندق. بالنسبه للثمن الغرفه اللي كنا جالسين فيها حنايا، كان هو 40 دولار لشخصين، يعني 20 دولار لكل شخص، اللي هي 200 درهم مغربيه لكل شخص، 400 درهم لشخصين. اول ما جيت الفندق قلت لها بشحال تخلي لنا يعني غرفه ديال شخصين؟ قالت لي 50 دولار. قلت لها اخر ثمن؟ قالت لي 45. قلت لها خليها لنا غير 40. قالت لي صافي واخا. عليها كنقول لكم دائما الحجز مباشره كيكون الثمن ديالو ارخص من انكم تحجزوا عن طريق التطبيقات او عن طريق الشركات السياحيه، لانهم هما دائما كيكونوا زايدين واحد النسبه د العموله ديالهم، فطبيعي ياخذوا معكم واحد النسبه ديال الربح. يعني بعكس انكم تحجزوا مباشره، فممكن تشطروا معاهم في الثمن وراه كينقصوا. فاحنا من 50 دولار خلت لنا 40 دولار، يعني الفرق ديال 100 درهم اللي هي 10 دولار. فهنا من بعد ما سالينا الجوله ديالنا داخل الفندق، هنوريكم الطريق اللي جينا منا. فبالنسبه للناس اللي بغاو زعما يتاكدوا من الطريق، نوريكم الطريق. تتخرجوا على محطه ترام د اكسراي. نقطه اللي اساسيه بالنسبه لهذا الفندق، فهو فندق اللي هتنعسوا فيه وتفطروا صافي، يعني ما فيهش شي خدمات اللي كثيره. فنادق اللي كتكون مثلا 5 نجوم، كتكون فيها صاله ديال الرياضه، كيكون فيها الحمام، المسبح، حتى بعض الفنادق 4 نجوم، فكيكون فيهم مجموعة الخدمات. بالنسبة لفندق أكسراي ما فيهش شي خدمات، من غير أنكم هتنعسوا في الغرفة، فيها الحمام فين تدوشوا وتفطروا وتخرجوا. فهذا هو الفندق. فبالنسبة للإيجابيات د هذا الفندق، أولا هو الموقع ديالو جا ممتاز بالقرب من محطة ترام د أكسراي، وهذه نقطة مهمة خصوصا الناس اللي كيجيو سياحة واحد المدة وجيزة، فخصهم يسكنوا في فنادق اللي تكون قريبة من المواصلات باش كتسهل التنقل ديالهم وما كيضيع لهم شي وقت اللي طويل بزاف. تاني حاجة هو الثمن. ثمن الفندق مناسب جدا. بالنسبة للخدمات،
فما فيهش شي خدمات اللي كما قلت لكم ما فيهش مثلا مسبح او صاله رياضه او مثلا حمام تركي او غيرها. فهو فندق اللي تنعسوا وتفطروا وتخرجوا. بالنسبه للمعامله، الناس اللي خدامين فيه معامله اللي ممتازه. اي حاجه نقصتكم كتواصلوا معاهم كيحاولوا يوفروها لكم. فهذا هو الفندق. اذا كانت شي حاجه اخرى عندكم شي تساؤل على الفندق فخليوها لي في التعاليق وان شاء الله نجاوبكم. هنا كما شفتوا فكاينه مجموعه من الفنادق في هذا الدرب هذا. من بعد ان شاء الله اذا كنتوا باغيين تغطيات على فنادق اخرى خليوها لي في التعاليق ونعملها لكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وحنا هنا راجعين في الطريق اللي جينا منا باش نوريكم الطريق مزيان. تحاولوا يعني تثبتوا على الطريق ما تسلفوشي. فطريق اللي سهله. وبالنسبه لهذا الدرب هذا كما قلت لكم كله فنادق كله مطاعم محلات تجاريه. فيه محلات ديال مواد غذائيه يعني اي حاجه احتاجتوها تلقاوها هنا. ومني كنخرجوا مباشره كنلقاو كاينه مادو يعني بالنسبه للناس اللي باغيين مطاعم اللي زوينه او مثلا بلايص اللي يشربوا فيها القهوه او الحلويات. فكاينه هنا مباشره قبلتنا المحل ديال مادو. واول فندق كاين في هذا الدرب هذا هو فندق سلطان سيتي. وهنا كنكون وصلنا لمحطه ترام اكسراي وهي النقطه اللي كتفصل منطقه لاليلي على اكسراي. موجود هذا المحل هذا ديال الصرافه اللي مشهور هنايا في المنطقه. وكاين كذلك بالجنب منه محل كبير الحلويات. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. فإذا استفدتم من هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليوا لي لايك وتعليق. وهنخلي لكم ان شاء الله في اخر الفيديو بطاقه ديال الفندق اللي فيها الموقع والرقم التليفون اذا بغيتوا تواصلوا معهم. فإلى هنا استودعكم الله ونتلاقاو ان شاء الله في جولة قادمة. الى اللقاء.